صباح الخير. عاملين ايه؟ تعالوا نعمل النهارده مع بعض الجاتو شاتو. لو عندك عيد ميلاد وعايزه حاجه بسيطه كده تعمليها في البيت للولاد، ان شاء الله الوصفه دي هتكون حلوه جدا جدا. بس قبل ما ابتدي الفيديو، انا اماني ما تنسوش تشتركوا في قناتي، ويلا بينا نبدا. في الخلاط هنحط كوبايه لبن، كوبايه زيت، هنحط كمان كوبايه سكر، وعليهم نص كوبايه كاكاو خام. وهنضرب كل ده في الخلاط كويس قوي قوي مع بعض لحد ما يبقى القوام زي ما انتم شايفين كده. انا نسيت احط فانيليا، فهحط فانيليا وهبقى هرجع اضرب تاني. هاخد من الخليط ده او من الكريمه دي كوبايه كده وهشيلها على جنب، وبقيه الكميه لسه في الخلاط. هضيف عليها 2 بيضه واخلطها كويس جدا جدا. بعد كده في بوله غويطه هجيب الخليط اللي انا عملته في الخلاط ده وهضيفه، وهحط عليه كوبايه دقيق ومعلقه كبيره بيكنج باودر، وهقلب كويس. تمام كده، الكيكه جاهزه معانا. هنجيب بقى صينيه مدهونه زيت ورشه فيها رشه دقيق كده من تحت. هبتدي ان انا احط الخليط وادخله فرن سخن على درجه حراره 180 واسيبه لحد ما يستوي. بعد كده هنجهز الكريمه. هجيب كوبايه ونص لبن ساقع، هحط عليهم نص كوبايه سكر بودره. انا هنا مستخدمه كريم شانتيه من غير سكر، فهحط السكر البودره الاول على اللبن واقلبه كويس كده بالشكل ده. وبعد كده هضيف كوبايه كريم شانتيه وابتدي ان انا اضربها طبعا بالمضرب الكهرباء علشان ما تاخدش معانا وقت وتضرب كويس. انا ضفت اهو الكريم شانتيه كوبايه. بعد كده خلاص الكريم شانتيه جاهز معانا، ركناه على جنب بالشكل ده والكيكه استوت. انا قلبت الكيكه على الناحيه التانية علشان الجزء اللي من تحت ده بيكون متساوي اكتر. بعد كده هناخد معلقتين من الكريمه بتاعت الشوكولاته وهنحطهم على الكريم شانتيه ونضربهم كويس جدا جدا. بعد كده هنحطهم على وش الكيك ونسويهم بقى كويس. واخر حاجه هجيب البواقي بتاعت الكريمه دي 3/4 كوبايه اللي باقيه، وهخففها بشويه لبن علشان انا عايزاها تبقى صوص خفيف، هحطه على الوش ودي تبقى اخر طبقه. بعد كده هندخلها التلاجة لمده ساعتين لحد ما المكونات كلها تتماسك. وطبعا هنقطعها ونقدمها بالهنا والشفا، ونزينها باي حاجه بقى متوفره عندنا. ممكن ما نزينهاش، ممكن نسيبها ساده زي ما هي كده لوحدها تحفه. على قد ما هي مكوناتها بسيطة كده، على قد ما هي طعمها فعلا جميل جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. وبس كده، اشوفكم على خير في فيديوهات كتير جديدة، وباي باي.